على أرض مصر. مهندس خالد عبد العزيز. نحن كبشر زائرون، ويبقى المسرح ما بقيت الحياة. شوفان يا اخي ملوك الاندلس مولاي الناس في الناس ولا قرع في مشي. نقطة في درب والزمن شعاع والحياة القادمة نطفة لم تتشكل بعد. أصمت! تشاهدون في هذه الحلقة الأغنية استفاد من لحن مثلا جنوبي أو يمني ركب عليه كلام. الأدوات الخارجية نجد أنها تشمل الإشارات والإيماءات والاتجاهات. استخدم مستطيلات ضوئية حصر الأحداث في الخيمة الموجودة في الوسط. يعد الممثل المسرحي أهم عنصر في العرض المسرحي، لذا يجب أن يكون قادراً على تجسيد الأنواع المختلفة من الشخصيات وفق الرؤية الإخراجية المطروحة في كل عرض مسرحي. أن الممثل هو حلقة الوصل بين الجمهور وبين الكاتب من خلال نصه وبين المخرج من خلال أفكاره وإبداعه ومن أيضا من خلال عناصر العرض المسرحي. لذلك يجب على الممثل أن يكون جاهزا ببعض الأدوات. لذلك نقول أن الممثل له أدواته وله أفكاره الذي يجب أن يتحصن بها دائما. المنظرون المسرحيون يتكلمون في هذا الشأن بأن الممثل لابد أن تكون له أدواته هي جسده. فيقول المنظر العالمي قسطنطين ستانسلافسكي أن الممثل هو العازف والآلة في آن واحد. لذلك يجب تدريب أدواته بشكل جيد جدا. هذا ينقلنا إلى ما هي أدوات الممثل وكيف يقوم منظرو التمثيل بتقسيمها. لدينا نوعين من الأدوات الممثل، الأدوات الداخلية والأدوات الخارجية. إذا تحدثنا عن الأدوات الداخلية فنجد أنها تنطلق من الإحساس والمشاعر والوجدان وكل ما يتعلق بالداخل أو التكيف الذاتي للممثل مع ذاته. وإذا تحدثنا عن الأدوات الخارجية نجد أنها تشمل الإشارات والإيماءات والاتجاهات، وأيضا يندرج تحت الأدوات الخارجية هي الصوت وردود الأفعال. لذلك فإننا إذا تحدثنا عن الصوت فيأتي سؤال في ذهن المتلقي أو المستمع العادي أو الممثل المبتدئ: ما أهمية الصوت لدى الممثل؟ لماذا علي أن أقوم بتدريبه؟ فتكون الإجابة بشكل صريح: يجب على الممثل تدريب صوته بشكل جيد لكي يتسع لجميع الأدوار التي ممكن أن يلعبها. هناك أيضا مخرجون يعتمدون في تدريبهم للممثل على الجسد. فعلى سبيل المثال نجد ماير خولد أو كما يقول البعض ماير هولد يهتم بشأن تدريب جسد الممثل، لأن الممثل لدى ماير خولد أو جسد الممثل لدى ماير خولد هو العنصر الأساسي. فنجده في بعض أعمالي أو كثير من أعمالي قد يخفي وجه الممثل لأن الجسد أهم بالنسبة لماير خولد من التعبير. وأيضا نجد أن أيضا بريخت تناول ذلك الأمر في مسرحياته. نجد أن أيضا استخدم الأقنعة، ولكن على سبيل المثال الآخر ولكن استخدم الأقنعة من خلال أن يقوم بفصل المتفرج عن الممثل. إذن هذا مواضيع كثيرة يجب على الممثل أن يدركها. لذلك هناك شروط للممثل يجب أن تتوفر فيه.
أول شرط هي العقلانية. العقل يجب أن يكون الممثل عقلا واع وعقلا مثقف، عقلا مدرك، وأيضا يجب أن يكون الممثل جسد صالح، جسد صحي، بحيث يتعامل مع كامل مفردات العرض المسرحي، ويتعامل أيضا مع كافة أشكال المسرح. وهنا يأتي السؤال في كيف للممثل أن يتعامل مع الدور أو الشخصية المسرحية. يقول المنظرون أيضا في هذا الموضوع أن هناك أبعاد لابد أن يدركها الممثل في الدور الذي يمثله. فعلى تقسيمة المنظرون هناك بعد نفسي وبعد اجتماعي وبعد مادي. هنا نجد أن يجب أو علينا أن نعرف تفاصيل عن الشخصية أكثر من 3 محاور. المحور الأول هو كتابة أو المؤلف نفسه عن الشخصية. فنجد أن المؤلف في بداية المسرحية له بعض العبارات وبعض الدلالات وبعض الكلمات التي تعتبر مفتاحية للشخصية الدرامية التي يلعبها الممثل. وأيضا من الممكن أن نعرف ما هي الأبعاد النفسية للشخصية من خلال كلام الشخصيات الأخرى عن الشخصية التي يلعبها الممثل، ولكن بشرط أن تكون هذه الكلمات بصدق شديد. وأيضا من الممكن أن نعرف أيضا عن الشخصية من خلال كلام الشخصية نفسه عن نفسه، ولكن بشرط أن يكون هذا صادقا. وننتقل بعد ذلك إلى البعد الاجتماعي، وهي الظروف الاجتماعية التي يعيش بها الشخصية وتعيش أيضا الظروف المحيطة للشخصية، أين يعيش، أين يأكل، هل هو فقير، هل هو غني، وكم من هذه الأسئلة التي يجب على الممثل أن يسألها لنفسه لكي يعرف أو لكي يصل إلى حالة الشخصية التي يلعبها. يأتي بعد ذلك المحور الأخير أو البعد الأخير أو المسافة الأخيرة التي أسميها مسافات الشخصية، هي البعد الفيزيقي أو البعد المادي. لكن السالفة الواحد شقايل يسأل ريلك الله يهداه ما يثمن الرمسة ما تنفر قدام كل حد. البعد الفيزيقي وهو كل ما يتعلق بالمقياس أو المقاسات الشخصية للشخصية الدرامية التي يلعبها الممثل. وانتقالا بعد ذلك إلى ما يجب علي أن أفعله في الدور، خصوصا وأن بعض الأدوار تأتي أو بعض النصوص المسرحية تأتي دون تلميحات من المؤلف. إذا تناولنا مثلا بعض المسرحيات القديمة أو بعض المسرحيات التي لا يتوفر وجود المؤلف للحديث عنها، هنا يأتي دور الخيال. لذلك ستانسلافسكي يقول أن من أعظم مفاتيح التمثيل لدى الممثل هي استخدام الخيال. هنا يأتي دور الخيال الذي يجب على الممثل من الأساس تدريبه. الخيال هو مفتاح الشخصية لدى الممثل الذي لا يمتلك أدوات معرفة للشخصية من خلال النص أو من خلال المخرج، فهي لحظة إبداعية لدى الممثل تنطلق وتنفجر من داخله ليضفيها على الدور الذي يلعبه. لذلك علينا تدريب الممثل تدريبا جيدا. ولاحظ أيضا أن هناك طاقات دائما ما تنتج المسرح العربي، خصيصا ما ينتج طاقات إبداعية يتسع كل المسارح في بلداننا العربية. لذلك يجب علينا دائما أبدا تدريب الممثل تدريبا جيدا، خصوصا الشباب المتحمسين دائما للمسرح، لأن هذا يضفي على المسرح العربي توهجه الدائم، خصوصا أن لدينا مسارح جيدة ولدينا كتاب جيدين ولدينا مسارح تتسع لده، ولدينا أيضا الإمكانيات ولدينا المعرفة المسبقة والمعرفة الحديثة أيضا.